أقرب ناس كل اكتفى وإحساس. أرجو من الله إن بلادنا يعم فيها الخير والسلام، وأرجو من الله إن نعرف معنى الإسلام، وأرجو من الله إن كلنا لما تحصل مشكلة مش عاوزينها تكبر، وأرجو من الله إن دي بداية صلح حقيقي ما بين العيلتين، ما بين كل الحاضرين، وأرجو من الله إن أجيلكم في موقف خير إن شاء الله. قول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بكلمة الله أكبر مش عاوزين حاجة زي دي تتكرر. قولوا لأولادكم ما يتخانقوش كده، قولوا لستاتكم مش عاوزين نوصل للمرحلة دي. الله أكبر، الله أكبر على كل واحد عاوز يهد في بلدنا. الله أكبر على كل واحد عاوز يعمل فتنة بين ولادنا. الله أكبر على الشيطان اللي بيوز في ودننا. الله أكبر. بسيبكوا بيها ودايما متجمعين وإيد واحدة. الله أكبر، الله أكبر. معاكم الراجل ده هو أخوكم وابنكم وأبوكم. شكرا ليكم، كل سنة وانتم طيبين، دايما متجمعين في الخير، والسلام عليكم. دين عايز أقدم لكم قصة بطلها مات، بطلها مش موجود، لكن رحل عن دنيانا وبيشكو أمره إلى الله. احترت نقدمها ازاي. من حوالي 3 سنين جيت مستشفى العباسية هنا، وكان معانا مجموعة اسمها مجموعة فاعل الخير. كان في تطوير لقسم المشردين، الناس اللي نايمة في الشارع، وعملنا دعوة لو انت شفت حد مشردين في الشارع تبلغ او تقول للنجدة ويجي المستشفى. القضية اللي احنا عندنا عشرات بل مئات بل آلاف موجودين في الشارع، ما نعرفش عددهم كام، ما حدش بيسأل عنهم، يعيش او يموت ما حدش يعرف سبب الوفاة ايه. منهم قصة أحمد رجب من شهور، كان مفروض لما حد بلغنا اللي احنا هنقدر نساعده. على ما اتصلت بمسؤولين في وزارة الصحة كان أمر الله نفذ. أحمد كان عنده 25 سنة، كان مع أخوه، وتقريبا كان في مشكلة في الميراث فرماه في الشارع، وراح دار مسنين رموه في الشارع. وزنه وصل بقى 300 كيلو، وجاله تقريبا سرطان، وقعد في منطقة عزبة النخلة أو عين شمس على ما أعتقد، وأكمل معاكم القصة. وقعد وسط الزبالة في الشارع، بعض الناس كان بيقدموا له أكل لغاية لما مات. كده القصة خلصت. تبدأ عندنا بتشوف طول ما أنت ماشي في كل شارع كبير واحد ماشي من المشردين، 6 أو راجل سايبينهم في الشارع. هو عنده مشكلة، مشكلته حاجتين، محدش عارف مشكلته ايه، مش عارف يعبر. الحاجة التانية انه لازم يخش مستشفى لانه عاوز يتعالج. المشكلة انا بقدمها ليه؟ المسؤولين في وزارة الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الداخلية، يتعمل مش عاوز اقول حملة لانه دول مرضى، نعمل لجنة عشان نشوف اللي في شوارعنا، ونعمل عنوان الكتروني او لجنة، لو شفت حد في الشارع تجيب الراجل دوت او الست دي توديه مستشفى، دي امانة قدام ربنا. حسن اهلا بيك، وانت كنت شاهد عيان، انت ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان حضرتك كان مرمي في الشارع، لولا حضرتك برضه ان انت يعني كنت ساعدتنا وكده، عقبال ما وصلت لنا كان هو توفى. قبل كده يعني هو اترمى 5 سنين في الشارع؟ اترمى 5 سنين ويفوق 5 سنين. ورماه عشان الميراث؟ رماه عشان خد منه الميراث ورموه في الشارع، خده حتى فلوس. خد منه الميراث ورموه في الشارع. فاحنا مش احمد بس حضرتك، ده في من احمد ده ملايين موجوده في الشارع وما حدش بيبص في الشارع يعني. ما حدش بيبص لهم بعين الرحمه. صورة أحمد رجب اترمى 5 سنين في الشارع. اترمى 5 سنين في الشارع ومات في الشارع. ولا راح دار المسنين، ودار المسنين حتى ما استحملتوش، رميته في الشارع، وبعد ما رميته في الشارع مش عارف يروح فين. رميته في الشارع، وبعد ما رميته في الشارع مش عارف يروح فين. شهر بالظبط. ورموه، وبعد ما قعد في الزبالة مات بعديها بقد ايه؟ بعديها ب3 أيام. 3 أيام دول بنقدمهم هدية لكل مسؤول لو حد عاوز يسأل عن دار المسنين دي عشان ممكن يتعمل لها تحقيق. القضية دي لواحد مات، ولا ليه لا قريب ولا بعيد، بس بنتكلم مسؤولين في بلدنا، وزارة الصحة، التضامن، وزارة الداخلية. المشردين نايمين في الشارع ناخدهم في مكان هنا
في مستشفى العباسيه وفاعل الخير والناس طيبه، ما تسيبهمش في الشارع كده. دول ما لهمش صوت، دول ما بيعملوش مظاهرات، ما بيتكلموش في البرامج. دول ليهم ربنا ودول مسؤولين في رقبتنا. للامام اكمل معاكم. نكمل ونقول يا ريت نبقى صوت اللي ملهمش صوت. هنا احنا في مكان احد الاماكن الرئيسيه اللي ممكن تساعد في حل هذه المشكله، في مستشفى العباسيه للصحه النفسيه. في هنا بيستوعبوا المشردين، بس ازاي الناس اللي في الشارع هي ما تعرفش اي حاجه، ما يعرفش اسمه ولا هو فين ولا ازاي يوصل هنا. احنا عاوزين سرعه اجراءات، عاوزين تذليل عقبات، عاوزين اللي يتكلم يلاقي تليفون الاسعاف ياخدوه يجيبوه على هنا بقى، يوديه الاسم، ما اعرفش ايه الاجراء. دكتور رضا اهلا بيك وبشكركم على دوركم هنا. انت مدير مستشفى العباسيه، احنا بنتكلم على المشردين اللي عددهم مئات بل الاف في شوارع مصر. هنا ممكن تستوعب كام؟ ممكن استوعب اي عدد موجود يعني لو هو مريض نفسي. ما هو معظمه مريض نفسي، معظمه الاماكن كله يعني. هو لما بيجي عندي هنا في اخصائي بيقيم حالته في العياده وبيكتب له تقرير، لو هو مريض نفسي ومحتاج الدخول بيخش. يعني لو قلنا 500 حاله ممكن تاخد 500 حاله؟ صعب طبعا. 100 حاله؟ لو حالات متفرقه مفيش مشكله، لكن لو 100 حاله اللي عندي الاسعاف في المستشفى صعب. لكل المشاهدين ممكن نتصل هنا، بس الاجراء القانوني ايه بقى؟ الاسعاف بقى ولا ايه حضرتك؟ الاجراء القانوني ان اللي يشوف مشرد في الشارع ويشك ان هو مريض نفسي بيتصل على الشرطه، الشرطه بتاخده بتعرضه النيابه، بيجي جواب من النيابه بمندوب الشرطه للمستشفى، بيتم استقباله في الاستقبال او الشرطه ولا الاسعاف؟ الشرطه. الشرطه اساسا الأول. الشرطه. النجده. هي 122. 122. ده امانه بقى انك لو شفت ده تتكلم 122. طيب اخر 3 شهور جالكم كام حاله هنا من الشرطه؟ العشرات اللي في الشوارع بل المئات. انا بتكلم على قضيه شعبيه لبعض الناس بيعيشوا مرضى ويموتوا مرضى، محدش لا يسمع ولا يحس بيه. ارجوكوا، احنا قدمنا في الاول قصه شاب عنده 25 سنه عاش ومات في الشارع عشان اخوه رماه وكان مريض بالسمنه، على ما وصلنا له كان اتوفى. لو شفت حد مشرد كلم 122 او عنوان البرنامج الالكتروني اهو بيظهر، قول لنا وصور صورة المريض ده في الحتة كذا بالتفصيل عشان احنا نقدر نعمل بلاغ للشرطة ونحل مشكلة ناس مش عارفين يعبروا عن نفسهم. محدش عارف الثواب الكبير اللي ممكن نعمله ايه، محدش عارف القضية دي صعبة قد ايه. المرضى المشردين في الشارع هنسيبهم لمين؟ لبلدي بقول بصوت عالي للأمام، نفسي كل سلبية عندنا في مصر نحلها بشكل أمين. شوفوا صورتها اهي، دول بعض الحالات القليلة، دي الصورة السيئة في حياتنا. ده محدش ياخد باله من الحكايات دي. همنا احنا ناكل ونشرب ونتجوز ونخلف، ونسيب دول لمين؟ لربنا. هيسألنا، هيسأل المسؤول وهيسأل الأب وهيسأل الأم، ليه عملتوا كده في ولادنا؟ دول ولاد مصر. امنعوا الكارثة دي، حاكموا كل أب وكل أم يعمل مأساة زي دي. بنقدم لكم أسوأ صورة مع أجمل عيون. أطفال مستنية بكرة، لسه النور مقطوع، مش العمود ولا في السقف، لا، تيار الحياة. الحياة مظلمة لغاية دلوقتي، هتنور إمتى؟ قولوا يا رب. سلام. ازاي؟ انا مش مصدقه واستاذ طارق، ربنا يبارك لي في صحتك يا رب، ويبارك لك في اولادك يا رب يخليك. معقول؟ مش معقول، مش مصدقه. صلى على النبي. أنا مبسوط إني جيت لك. يخليك. اتفضل. احنا هنا في بيت بسيط في منطقة البراجيل، و يعني الواحد لما بيقرا البيانات ويشوف الحالات غير لما تيجي في المكان نفسه، غير لما تشوف الناس عايشة ازاي. يمكن الزوج المريض
والست الطيبة دي بنجي لهم هنا عشان نقول كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب، وانت طيب، يعود عليك بخير وبالصحة وما ويكفيك شر المرض. ظروفك ايه بقى؟ احكي لنا وبعتلنا. الحمد لله أنا كويسة الحمد لله. زوجي بقاله 7 سنين قاعد كده. انت قاعدة يعني هنا بتخدمي؟ بخدمه معايا ولد. شقته دي بيتنا وقع في الكتكات وأنا جيت قعدت عنده. وأنا بنام هنا. وابنك جوه في اوضه؟ هو قافل ومشي، قافل ومشي. ابنك ودي كام سنة وعايزة ايه؟ عندي 63 سنة. صلي على النبي واهدي كده. احنا بنفرح يعني الناس بتشوفنا ونفرح معاهم يعني. وأنا فرحانة بوجودكم والله. انت أرملة ولا أنا أرملة الحمد لله. طبعا انا مش عارف انت مخضوضة ولا ايه في ايه بس؟ لا أبدا أنا اللي تعبانة والله. شوف عاملين أهو الحمد لله. روماتويد ده. الحمد لله. انت عندك ابنك بيتعدى عليكي؟ بيضربني. ضربك؟ بيضربني. بيشتغل ايه؟ وبياكل كده عافية وغسيل عافية. يعني قاعد معاكي بالعافية؟ قاعد بالعافية. بيشتغل ايه هو؟ بيشتغل في فرن. ومتجوز؟ لا. عنده كام سنة؟ عنده 26 سنة. بيضربك ليه طيب؟ ياكل. خلاص ياكل، هنعمل طب ايه؟ اليوم طب ما معيش ده 360 جنيه اللي بنقبضهم. هما المعاش بتوع التضامن. بتاع السداد. معيش اجيب منين انا؟ عندك فشل كلوي؟ بقاله كام سنة؟ 5 سنين. ولادك سابوك وهنا في الدار بقالك قد ايه؟ سنة. يعني قعدوا معاك ال4 سنين ولا كانوا سايبينك برضه؟ لا كانوا بيروحوا وبيجوا في الشقة، بس بقى ما تعبت قوي ما قدرتش اقعد لوحدي، لاني بتعب بروح ما بلاقيش شقة نظيفة، ما بلاقيش لقمة اكلها، وقاعدة لوحدي بقى ليل ونهار. تغسلي كم مرة في الأسبوع؟ 3. 3 مرات. ترجعي مش شايفة طبعا. ببقى تعبانة، ببقى عايزة الاقي لقمة اكلها. انت عندك 3 ولاد وبنت؟ 3 صبيان وبنت. بنت حتى ما قالتش هتقعد معاكي او تقعدي معاها؟ ما رضيتش.